السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في كورة مع المصري. في البداية، عنوان حلقتنا النهاردة حسبي الله ونعم الوكيل. واحد يقول لي يا عم حسبي الله ونعم الوكيل في مين؟ هقول لك يا باشا بس خليك معايا للآخر. الفترة اللي فاتت أنا ما عملتش حلقات، خاصة في مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، لسبب واحد. مباراة أوكلاند النادي الأهلي كان زي الفل أداء ونتيجة وكل حاجة. مباراة سياتل كان الأداء مش قد كده، بس النادي الأهلي قدر يحسم بهدف محمد مجدي قفشة. مباراة ريال مدريد أداء ولا أروع للنادي الأهلي، واللي يقول غير كده معلش يبقى ما بيفهمش حاجة. يعني اللي يقول إن النادي الأهلي في ماتش ريال مدريد ما لعبش كويس والكلام ده كله، سواء بقى من اخواتنا الزملكاويه اللي عمالين يحفلوا والكلام اللي حصل ده، لا، الأهلي قدم مباراة كبيرة جدا قدام ريال مدريد. لكن النادي الأهلي عنده مشكلة كبيرة يا جماعة هتواجهنا السنة دي، وده اللي بان امبارح في مباراة فلامينجو. النادي الأهلي ما عندوش اللي يخلص. مارسيل كولر عمل اللي عليه وزياده. مارسيل كولر كان بيخرف في اول الموسم، وانا طلعت كذا حلقه وقلت مارسيل كولر لحد دلوقتي ما قدرش يثبت على التشكيل وما قدرش يعمل وما قدرش يسوي. لا، دلوقتي مارسيل كولر بيعمل اللي عليه وزياده. الراجل بيوصلك للجول. الراجل هيعمل ايه اكتر من كده؟ ما يقدرش يعمل اكتر من كده. انا مدير فني، وظيفتي ان انا اوصل لعيبتي لمرمى الفريق الاخر. غير كده انا مش هقدر اعمل. انا مش هنزل بنفسي البس شورت عشان اجيب جول. امبارح في مباراة فلامينجو كمية فرص غير طبيعية. محمد شريف، الماتش 2-1 وجاي لك انفراد. يا راجل ده انت قدامك 170 اختيار. حطها شب من فوق حارس المرمى، رقص حارس المرمى، تاخد ضربة جزاء او تحطها جول، حطها في زاوية من الزوايا جول. طبعا رعونة، المعلم رايح انفراد، راح بوم في ايده الجول. دقيقتين بالظبط فلامينجو تعادل. وكان النادي الاهلي يستحق خسارة اكبر من كده. يعني اللعيبة دي بالدلع اللي بيحصل والرعونه دي، والله العظيم ثلاثه. انا اهلاوي كنت اتمنى ان الاهلي يخسر اكتر من كده. كنت اتمنى ان الاهلي يشيل خمسه وسته امبارح. لما يبقى مباراه في ايديك ومتقدم وخلاص والفرقه تعتبر سلمت. فريق فلامينجو بعد الهدف الثاني بتاع احمد عبد القادر يا جماعه والله العظيم كانت الفرقه مسلمه. اللي هو ايه، احنا خسرنا من الهلال والاهلي دلوقتي حاطط علينا 2-1. الفرقه فعلا كانت مسلمه، بدليل الانفراد. احنا كنا بنلعب ب 10 لعيبه بطرد خالد عبد الفتاح، ومحمد شريف راح انفراد. يعني الفرقه كانت مسلمه. الفرقه بتقول لك خلص، يلا يا عم حط التالت بقى، حط الرابع، خلص خلاص. انت اديتهم الامل من اول وجديد يا محمد يا شريف. كارلوس كيروش اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا ده مدرب مش عارف ايه ومدرب ايه، لا والله يا عم كيروش انت كان معاك حق. قسما بالله يا عم كيروش انت كان معاك حق ان انت كنت مقعد قفشه ومحمد شريف. الراجل ده طلع بيفهم يا جماعه، واحنا اللي لا مؤاخذه طلعنا ما بنفهمش كلنا. يعني كارلوس كيروش ده طلع بيفهم ان هو كان مقعد قفشه وشريف، ما كانش بيلمسهم كوره مع المنتخب. اللي هو انت يالا انت وهو يالا اقعدوا يالا بره دكه، يالا مش عاجبكم ولا اطلعوا خالص من القايمه يالا. ايه التهريج اللي احنا فيه ده؟ طب مباراه ريال مدريد، مع ان النادي الاهلي كان ند كبير جدا في الماتش لحد الدقيقه 91 والنتيجه 2-1 لريال مدريد، وكان ممكن النادي الاهلي يقدر يتعادل. برضه كميه فرص غير طبيعيه. محمد عبد المنعم مش هنلوم عليه في الكوره بتاعته لانه ده مدافع، حطها بجون ماشي، ما حطهاش ما فيش مشكله. طب انت يا قفشه الكوره اللي جايه لك دي تضيع ازاي؟ طب انت يا شريف الانفراد اللي كان جاي لك ده برضه صريح، لو كنت عرضتها بس كده لعب قادر جول، او انت تركز تحطها في زاويه من الزوايا ارضيه جول. في ايه؟ الاهلي ضيع حوالي 5 او 6 اهداف محققه في ماتش ريال مدريد. لو كنت جبت منهم جونين او ثلاثه كانت حاجه من اتنين، كانت النتيجه هتخلص 4-3 او 4-4، وكان ممكن ربنا يكرم. يعني 4-4 كنا ممكن نلعب وقت اضافي، كده كده الريال كان هيكسب لان الاهلي كان واقع بدني. بس كان على الاقل كنت هتخرج مثلا زي ما الهلال خرج امبارح كده بنتيجه مشرفه. الهلال خصم ريال مدريد كام؟ 5-3. مع احترامي للزملكاويه اللي هيزعلوا من النتيجه، مفيش مشكله، لان النتيجه دي بتاثر فيهم شويه. بس اسمها نتيجه حتى مقبوله، 5-3 مش 4-1. امبارح فلامينجو يكسبنا 4-2 ليه؟ ليه؟ اللعيبه دي لازم يتعمل معاها وقفه،
خاصة ان النادي الاهلي قدامه مباراة صعبة جدا مع الهلال السوداني الاسبوع الجاي. الهلال السوداني يا جماعة فريق كبير جدا. انا امبارح اتفرجت على مباراة الهلال السوداني وصن داونز. صن داونز كسب الهلال السوداني في جنوب افريقيا 1-0 بالعافية، والهلال السوداني ضيع اكتر من 4 او 5 فرص. يعني الهلال السوداني اللي هيفكر ان النادي الاهلي مجموعته سهلة، لا، مجموعة الاهلي مجموعة موت. مجموعة الاهلي مجموعة موت. صن داونز فرقة جامدة، الهلال فريق جامد، القطن الكاميروني احنا ما شفناهوش بس شكله برضو ان هو ممكن يعمل حاجه في المجموعه، والمفاجآت وارده. يبقى النادي الاهلي لازم اللعيبه دي يتعامل معاها وقفه. يا عم انت قدام الجون خلص. محمد شريف ده كان هداف الدوري، انت ايه اللي حصل لك؟ محمد قفشه اللي بيضيع كور غريبه، قفشه بيجيب اجوان عجيبه ويضيع فرص غريبه. يعني قفشه ممكن الكره اللي كانت جت في ماتش سياتل دي هي ببركه ربنا، قب حط وش رجلك، قب خبطت في الولا جت جول. طب يا قفشه كرة ريال مدريد الكرة متعرضة لك دي يا حبيبي، حط يا حبيبي صباعك ايه ده، انت بطن رجلك بس جون. يا حبيبي انت لو حطيتها بالصبع الكبير يا حبيبي ارضيه جون. يا ابني ده لو انا واقف في الملعب هجيبها جون. راح شايطها في السما. لا بجد، احنا كجمهور نادي اهلي وانا واحد بتشرف منهم، لا احنا مش هنستحمل. لا احنا بالوضع والقرف ده مش هنستحمل. كده قرف. ده بالنسبه للنادي الاهلي. نيجي بقى على نادي مرتضى منصور. خلينا بقى نتكلم بصراحه، وما عادش نادي الزمالك. اه انا اهلاوي، وفي اهلاويه كتير، الناس بقى اللي بتفهم كوره، بعيدا بقى يا جماعه عن التعصب والله، وبعيدا بقى عن التحفيل، وبعيدا عن اي حاجه، حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك. حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك. مفيش حد فينا هيبقى مبسوط. حتى خلي بالك لو انت متعصب واهلاوي، يعني انت دلوقتي اهلاوي متعصب زي ما انا متعصب، انا بحب الاهلي، انا بعشق الاهلي، بس برضه من جوايا زعلان على نادي الزمالك. ليه؟ واحد يقول لي ليه؟ يا عم ده احنا بنحفل عليهم، ده هم مش عارف بيقعدوا يحفلوا علينا في الماتشات، ده هم التحفيل يا جماعه بينا وبين بعض دي حاجه كويسه. يعني التحفيل بادب، بلاش بقى قله الادب والكلام ده كله. بس نادي الزمالك ده يا جماعه طول ما هو مش فايق مفيش منتخب مصر. منتخب مصر احنا قلناها قبل كده، هم الاربع خمس محترفين الغلابه اللي بره مع لعيبه الاهلي والزمالك. لو فرقه منهم واقعه انسى منتخب مصر. احنا بنتكلم عشان منتخب مصر، وبنتكلم عشان نادي الزمالك نادي كبير، ومحدش يقدر ينكر ده. يعني انا واحد من الناس ما اقدرش انكر ده. نادي الزمالك عدد بطولاته مش زي النادي الاهلي. النادي الاهلي في حته تانية، ودي حاجه معروفه برضو مع احترامي لكل الزملكاويه بقى اللي بيتفرجوا عليا، دي معروفه. بس برضو نادي الزمالك محدش يقدر يقلل منه. نادي الزمالك هو المنافس التقليدي للنادي الاهلي عبر التاريخ، ويمكن لغايه يوم القيامه والله اعلم ان نادي الزمالك هو النادي المنافس الحقيقي للنادي الاهلي سواء محليا او قاريا. هل اللي بيحصل في نادي الزمالك ده مش حرام؟ سبب اللي فيه لعيبه نادي الزمالك، اجيب لكم بقى الخلاصه من الاخر، عشان بس الاعلام طالع يقول لك اصل مش عارف اللعيبه ايه، مش عارف مالها واللعيبه. يا جماعه اللعيبه دي بقى لها 5 6 شهور ما بيقبضوش. اللعيبه دي جت بعقود لحد دلوقتي، في لعيبه ما خدتش مقدم العقود بتاعتها. في لعيبه ما خدتش المقدم العقود بتاعتها. دي معلومه، انا بقول لحضراتكم معلومات، مش بقول لحضراتكم كلام من دماغي. انا واحد شغلتي ان انا بلعب كوره، فانا بلعب كوره ليه؟ لحاجتين، الشهره والفلوس، والفلوس اهم من الشهره. احنا في الزمن اللي احنا فيه ده الفلوس اهم من اي حاجه. انا دلوقتي بلعب ومحدش بيقدرني، او انا واحد بشتغل ومحدش بيقدرني ماديا، هل انا هلعب؟ لا مش هلعب. غير بقى طبعا شويه المشاكل اللي قالها بقى رئيس النادي، اللي قال لك اصل فتحوا عبد الله جمعه بيشربوا مخدرات، اصل مش عارف مين بيروح عند فين والكلام ده كله. انا برضو لعيب، وقلت قبل كده في حلقه يا جماعه، انا دلوقتي لو بلعب في نادي الزمالك وشفت زمايلي بيتقال عليهم ان هم بيشربوا مخدرات وشغل الديلر والكلام اللي اتقال ده كله، مليون المية انا مش هأدي. هأدي بناء على ايه؟ ما يمكن يطلع عليا في يوم من الايام يقول نفس الكلام عليا. يبقى انا ازاي هخاف على التيشيرت اللي انا لابسه؟ فما يجوش بقى يقول لك حارب من اجل تيشيرت نادي الزمالك. لا يا حبيبي، اللعيبه معاها حق، انا مش بدافع عن اللعيبه والله، بس انا لو مكانهم واي حد فيكم مكانهم، في الكلام اللي بيتقال عليهم من رئيس ناديهم مش من حد من بره، مليون المية انا مش هلعب. العب ليه يا عم؟ العب ليه؟ ما انا بتهزق وما بتقدرش، لو حد بيديني فلوس ولا حد بيعبرني، وفي نفس الوقت بيتقال عليا ان انا بتاع مخدرات وبتاع مش عارف ايه وبتاع ايه وبتاع ايه، يبقى انا هلعب اعمل ايه يا عم؟ يولع النادي، بس يعني اسف يعني في الكلمه اللي بقولها، يولع النادي باللي فيه بجماهيره. انا مش بدافع عن اللعيبه، بس انا بقول الحق.
ولو اي حد من حضراتكم مكان اللعيبه دي هيعمل كده. اي بني ادم طبيعي يا جماعه، احنا بشر. يا جماعه احنا بشر، عندنا مشاعر. انا واحد دلوقتي بقى في مكان ما بشتغل، مش هقول لك انا لعيب كوره، انا بشتغل. فانا شايف ان دلوقتي مثلا الاداره بتاعه النادي ديت او الاداره بتاعه الشغل بتاعي مثلا مش مقدرني وبيعاملوني مثلا وبيقولوا عليا كلام. هل انا هشتغل؟ لا مش هشتغل. ولو اي حد مكاني مش هيشتغل. هشتغل ليه؟ انا بيتقال عليا وبتهان وما باخدش حقي وما باخدش مثلا المقابل المادي بتاعي اللي هو حقي. يبقى انا هشتغل؟ اذا لعيبه نادي الزمالك مظلومين. والله العظيم كتر خيرهم ان هم بيروحوا التمرين. والله العظيم ثلاثة كتر خير لعيبه الزمالك بعد اللي بيحصل فيهم ان هم بيروحوا اصلا التمرين. لو اي حد مكانهم يا جماعه اللعيبه دي، والله العظيم ما هيفكر ولا هيعبر حد اساسا ولا هيفكر انه يروح يتمرن. يا عم احنا قاعدين بقى في بيوتنا، ما تبقى تدينا فلوس. روح بقى هات لك نادي كده زي فيلم يونس شلبي بتاع 4-2-4، روح هات لك شويه عيال من على القهوه بقى يروحوا يلعبوا في نادي الزمالك. هي كده الصراحه كده. واللي يزعل بصراحه يعني ايه، يعني انا اسف، اللي يزعل بقى براحته. يعني الواحد الفتره اللي فاتت انا معيش حلقات لان بصراحه الوضع من السيء للأسوأ. الوضع بقى خلاص بقى مقرف. رياضيا الوضع بقى مقرف يا جماعه. ويجي يقول لك اصل اتحاد الكوره ظالمني ومش عايز يعيد لي لعيب. يعني انت رايح تعيد لعيبه الساعه 11 وربع بالليل، واتحاد الكوره مبلغك من يوم 1 يناير يا باشا ادفع اللي عليك عشان نأيد لك اللعيبه، وانت رايح اخر يوم 31 واحد الساعه 11 وربع بالليل وداخل لي بالتليفون بتاعك وايوه يا سياده الوزير وايوه يا مش عارف يا محمد بيه وايوه يا ابراهيم محسن بيه علشان خاطر اللعيبه تتأيد لك. يا اخي ده الواحد والله العظيم ثلاثه لو نقول بس ان هو محترم هيقول لك لفظ ملوش لازمه. هو انت يا عم شايف نفسك مين؟ طب احسن ان اتحاد الكوره عمل فيك كده. البس. البس. يمكن تعرف ان الله حق. نهايتك قربت. انا بقولها بصراحه، نهايتك قربت. وانت عارف من جواك ان نهايتك قربت. لان جمهور الزمالك مش هيستحمل اكتر من كده، ولا اللعيبه دي هتستحمل اكتر من كده. والزمالك هيدخل في نفق مش مظلم بقى، ده نفق 2005 ده كان احترام. السنه دي الزمالك لو فضل بالوضع ده واللعيبه دي ما خدتش حقوقها سواء ماديا او اعلاميا ان انت تحترمها، اصلها مش عزبه. والله العظيم ثلاثه انت هتشوف ايام ما يعلم بقى الا ربنا. نهايتك قربت. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. والله بجد انتوا كلكم وحشتوني وكلكم فوق راسي. ويا رب تكون الحلقه عجبت حضراتكم. متنسوش الدعم والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.